من أكتر الحاجات اللي كنت أتمنى حد يقولها لي وأنا في ثانوية إن الحل مش معناه إن أحل سؤالين على الدرس وأقوم مطمن إن المادة في جيبي، لأن الحقيقة إن الامتحان مش هيجي لك مرتب على حسب آخر درس ذاكرته، الامتحان هيلخبط المنهج كله فوق بعضه ويجيب لك امتحان من كل جزئية، وده اللي بيصدم ناس كتير. هتلاقي واحد طول السنة بيحل على كل درس لوحده، كل فصل لوحده، وحاسس إنه تمام، أول ما يدخل امتحان شامل الدنيا بتقف معاه، بيتوتر جدا ويحس إنه مستواه واقع، وده مش لأنه ضعيف، بالعكس هو بس متعود يحل وعارف السؤال جاي من أي جزء. لكن في الامتحان الحقيقي من آخر السنة أنت محتاج تتعامل مع أفكار متداخلة، تتعلم التبديل بين الدروس. عشان كده الفترة دي بالذات ما تخليش كل شغلك شرح ومراجعة بس، لازم تدخل على عدد كبير من الامتحانات والشوامل. حتى لو درجاتك في البداية مش أفضل حاجة، لو بتتلخبط أحيانا ده طبيعي جدا، لأنك لأول مرة بتدرب نفسك على شكل امتحان آخر السنة، مش مجرد تدريب على درس محفوظ مكانه، محفوظ قوانينه وأسئلته. امتحان صعب دلوقتي تتدرب عليه أفضل بكتير من صدمتك داخل اللجنة. عندك سؤال سيبهولي في كومنت وهرد لك عليه. سلام.